نازل ادور. ثواني يا رجاله، طالما حلف يبقى صادق ولا ايه يا عفت؟ اكيد ابو صلاح. وانت بقى كنت نازل تدور عليها عشان تجيب لي فلوسي ولا عشان تنصص معاها؟ فكروها يا رجاله. حسن يا ابن الرجاله قابضه ومتغديه ومش هتحلك الا لما تنطق فنطق وريح نفسك. معرفش برضه يا حسن؟ ورحمة امي ما اعرف. لا ده حلف برحمه امه، وام الله يرحمها كانت ست طيبه دي مربيانا. ماشي يا حسن، انا هعمل معاك الصح. ليه بقى؟ عشان احنا ولاد حته واحده، وعشان تعرف ان انا متربي وعندي اخلاق. يا تقول لي شريفه فين، يا تقول لي فلوسي فين، يا الرجاله دي هتكمل ضرب. قلت ايه؟ وسع يا صلاح، وسع، خلي الرجاله تشوف شغلها. اضرب يا باشا، شكل البيت حمار. كمل. ايه ده يا شريفة؟ لا 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 لا، انتي حلوتي قوي، شكلك كده حلو جدا، بقيتي زي القمر. دي عينيكي بس اللي حلوه يا ست الكل يا سكر انتي. يلا تعالي اقعدي، احكي لي بقى ايه حكاية الفيلم بتاعك دي؟ لسه ما فيش حكايه، وهو ده اللي انا جايه لك عشان تساعديني فيه. لا انا مش قصدي على السيناريو، انا قصدي على قصة انتاج الفيلم. ربنا رزقني كده بقرشين حلوين من مصلحه حلوه، وانتي عارفه ان انا نفسي امثل من زمان، قلت بقى انتج لنفسي. طب ده هايل. تصدقي بقى ان انتي حظك حلو، انا في مؤلف كويس قوي بعت لي ورق مليان احداث كلها اكشن ورومانسيه وسسبنس، بجد حلو قوي. انا ممكن اسيب لك الورق ده. هو ده اللي انا عايزاه، ونجيب بقى احمد عز او كريم عبد العزيز، ولا اقول لك تعالي نجيب تامر حسني وهو بالمره اضرب لي اغنيتين معاه. يعني سوري يعني، وهم دول ممكن يمثلوا معاكي؟ وما يمثلوش معايا ليه ان شاء الله. انت ما شفتيش الجوي اووردز السنه دي كانت احلام العصاري. ده شيكو كان قاعد جنب لعبه الحبار، جت عليا انا. مش بعيد يعني السنه الجايه ان شاء الله تلاقيني كده واقفه على مسرح الجوي وبستلم الجايزه، وبراد البت كمان هو اللي بيسلمها لي. يلا كلمي المؤلف وهاتيه مضيه. لا لا لا، قبل المؤلف لازم نكلم المنتج الفني. ليه؟ لان ده اللي بيمضي الناس، وانا علاقتي كويسه قوي بسليم. ايه رايك؟ لا طبعا سليم ده ايه؟ ده بوز اخس وانا ما بطقوش، وعمري ما هنساله ان هو اللي طردني من اللوكيشن. سليم ده كويس جدا، وبيحافظ على الناس وبيحافظ على شغله وهيحافظ على فلوسك. وبعدين في حاجه حلوه قوي، انتي لما هتشغليه عندك كده هتردي اعتبارك، ولا ايه؟ اهلا يا صلاح. انت كمان اتسرقت ولا ايه يا عزوز؟ يا عم مش تاخد الريح من البلاط. اتفضلوا يا رجاله، خلوا البساط احمدي. احنا مش جايين نتضايف. شريفه فين يا عزوز؟ شريفه لو زعلتك في حاجه انا ماليش دعوه بيها. البنت دي لسانها طويل وانا متبر منها، وبعدين انت اللي اتجوزتها. سرقتني يا عزوز. هبقت منك كام؟ يا عم ده مش هنا خالص يا عم، انا هاخد الرجاله بقى وامشي، مالناش عايزه. يلا يا رجاله. استنى يا عفت، اشربوا حاجه الاول. لا خيرك سابها يا حاج عزوز، الف سلامه. ابقى سلم لي على امك. ما تنفعكش يا حاج، والله ما تنفعك، كبرت وكرمشت. كرمشت ايه؟ ده وهي صغيره دي كان عليها. عليها ايه يا عزوز؟ انا قاعد اقدرك واقول لك يا حاج يا حاج يا حاج، انت ايه ما بتعتقش خالص؟ انا ماشي يا ابو صلاح. هو اللي بيقول انا لا حجيت ولا رحت ولا جيت. واللي يحججك عزوز؟ اكمل نص ديني الاول بدل ما احج بنص. هتكمل نص دينك، وهجيب لك عفش جديد وباروكه جديده. بس قولي شريفه فين؟ دي شكلها مقلباك جامد قوي، هي خدت المصلحه كلها. كلها عزوز. يا بنت الايه يا شريفه، دماغك سم. تقولي يا عزوز؟ لا ولا حاجه. هتدلني عليها؟ لا بس اعرف اللي يدلك عليها. يما، يما. ألف سلام عليك يا أخويا. الله يسلمك يا حبيبتي. هو انا لازم اتضرب عشان تجيلي يا حنان؟ ملهوش لازمة الكلام ده دلوقتي. هتعمل إيه بقى في البغل ده؟ اما افهم الموضوع الاول عشان ما اضر الشريفه.
يا لهوي، تاني شريفة؟ اشق هدومي ولا اصوت؟ هو انت ايه يا ابني؟ مش بتصعب عليك نفسك؟ مفيش بربع جنيه عقل. بقول لك ايه، لو هتجيبي سيره الموضوع ده تاني يبقى تروحي بيتك احسن. امال مين اللي هيمسح الخريطة اللي على وشك دي يا متر؟ خلاص يبقى ما نجيبش سيره شريفه خالص. ازاي؟ وهي السبب في كل اللي حصل فيك ده؟ امال صلاح عمل كل ده ليه؟ مش عشان شريفة برضه؟ لا، عشان كان عايز يتجوزها رفضته فتجنن. ليه؟ وانت فاكره زيك؟ اتجنن عشان خاطر الفلوس مش عشان خاطر شريفة. انا نفسي افهم سر كرهك ليها ايه. بكرهها بسبب اللي عملته فيك، بكرهها من اللي بشوفه منها يا حسن. انت مش شايف يا ابني حصل فيك ايه؟ يرضي ربنا ده. ورحمه امي ما هسيبه. واللي بعده هتعمل فيه ايه؟ مين اللي بعده؟ واحد لسه ما نعرفهوش، وانت تفتكر يعني شريفة هتهمت؟ بسمتك ودينك، مش نعمة دي برقبتها؟ يا دي النيله، نعمه تاني تاني وتالت وعاشر يا حسن علشان تفوق. ايه ده؟ ده نص ده؟ لا ربع. اللي معايا ما كانش يجيب غير نص، انت ربع وانا ربع. ليه؟ والفلوس اللي بتقلبها من اخواتك فين؟ وهم فين اخواتي دول يا حسره؟ يعني انت مش عارف اخواتك فين؟ ولا ما تلفش وتدور عليا. اختك شريفه فين؟ انت هتعمل لي زي صلاح؟ صلاح ما هو معذور برضه. اختك شريفه قلبته في 5 مليون جنيه. انت مفكر في حد يقدر يقلب صلاح؟ قلبك ابيض. انا عارف شريفه كويس، هي فعلا قلبته في 5 مليون جنيه. يبقى احسن حق زينات الغلبانه وارجع لها. زينات؟ ايه؟ هي زينات بتنصص معاها؟ كنا بتكلم في ايه وهو بيتكلم في ايه؟ خد هنا يا ولا، رايح فين؟ تعبت من قعده الارض. وحياة امك اقعد اقعد قول لاختك فين. يابا انت مش راضي تصدقني ليه؟ والله العظيم ما اعرف هي فين. زحلقتني وبعتتني اخر الدنيا عشان تعمل اللي في دماغها. خلاص اقعد وكلمها بالتليفون. اكلمها اقول لها ايه؟ مالكش دعوه، انا هقول لها. افتح السبيكر. اهو مغلق. تلاقيها قافله عشان ما حدش يعرف يوصل لها. حويطه شريفه زي ابوها اللي هو انا. طب اسمع يا ولا، اعرف لي فين مكان شريفه وليك مني باكو مقفول. باكو حته واحده؟ انت تطلع بكم من صلاح على كده؟ مش شغلك. تعرف تجيبها؟ عايز ايه يا صلاح؟ ازيك يا زناد؟ وانت مالك؟ عايز ايه؟ اخلص. عايز اشوفك. شوفني تهبب بيا ايه؟ اصل في كلام مهم عايز اقوله لك. وفكرك في كلام يتقال بعد اللي عملته؟ طب اديني فرصه، اسمعيني يعني، مش يمكن تطلعي انت اللي ظلماني. انت هتستعبط؟ ظلمك ده ايه؟ ما تخلص وتقول انت عايز ايه وخلصني. مش هينفع، لازم الكلام يبقى وش في وش. يا ستي والله العظيم ما حد شافني، ده انا كنت ماشي بستخبى وسط الناس من صلاح. صلاح ده بق ما تخافش منه، ما يقدرش يعمل حاجه. ده كان زمان، صلاح دلوقتي مخه لسع. ده مسكني كان عايز يضربني في الشارع وطلع لحسن شقته شلوح له وشه. وحسن ماله ابن الهبله ده؟ فاكركم مظبطينها سوا. لا دي دماغه سوحته على الاخر وعمال يلوش. بس تصدق كان نفسي اشوفه وهو عامل زي الفرخه الدايخه كده. حقه يدوخ. هو انت مقلباه في كتير يا شيفا؟ ولا اوعى تقول الكلام ده قدام حد. انا سبته عشان مش طايقاه وكان لازم ارجع حقي وحق اختي. على عدوله برضه؟ طب ما توجبي معايا كده كل سنه وانت طيبه. منين يا حسره اختك على الابيض؟ ما بلاش الوش ده يا شريف. انت عارفه ابوكي كان عايز يديني كام عشان اقول له على مكانك؟ ابوك؟ وابوك ايه اللي نططه على الحوار ده؟ صلاح وعده بالجواز ومن ساعتها عمال يتنطط زي اليويو. تصدق بالله انا ما كنتش خايفه غير من حشره ابوك في الموضوع ده، لان انا عارفاه مش هيهمت غير اما يلاقيني. طب ما ترسيني بقى ناويه على ايه؟ ولا هتسيبيني على عمايه زي ما عملتي؟ ياض انا سايباك على عماك عشان تفضل صفحتك بيضه، ولما حد يجي يسالك وانت مش عارف هترد بعين بجحه وقويه، انما لو عارف هتهته. بس كده؟ ولا كنت عايز تخلعي مني انا كمان؟ يا سكر
وانا لو كنت عايزه اخلع منك يالا كنت هجيبك دلوقتي. ماشي، هعمل مصدقك. اخلع انا بقى عشان ابوكي؟ لا لا لا، تخلع فين؟ انت هتقعد معايا خلاص. طب والراجل العيان ده مين اللي هيقعد معاه؟ يتجوز له واحده جديده تمرضه. هو عمره كان فكر فينا عشان نفكر فيه دلوقتي؟ طب هجيب لبسي واجيلك. لا، انا هجيب لك لبس جديد وهشبرقك. انا عايزاك تنسى الايام السودة دي خالص، وتنسى الحاره باللي فيها، وما تفتكرش بس غير ان في دنيا جديده وايام حلوه لسه مستنيانا، لا فيها صلاح ولا ابوك ولا الاشكال الضاله اللي عشنا معاها طول عمرنا.